يا مساء الفل والهنا والسرور عليكم. النهارده معانا حلقه ان شاء الله تهمكم وبتحصل لنا كلنا. النهارده هنتكلم على كل الشخصيات التوكسيك الموجوده في حياتنا. تمام. الفيديو النهارده هنتكلم على 3 حاجات. هنعرف يعني ايه توكسيك او علاقه سامه موجوده في حياتك، ومين هي الشخصيات السامه اللي موجوده في حياتك، وتعمل ايه معاها. يعني هنقدم الحلول لو هي قريبه او هي بعيده، يعني داخل نطاق اسرتك، اب ام زوجه زوج، او هي بعيده نطاق بقى العمل والزماله، بس ايه في الاريا بتاعتك. تمام. فاسمعوني ان شاء الله لاخر الفيديو، هتستفادوا بالكلام بتاعنا النهارده. اتمنى بس قبل ما ابدا كلامي اللي ما عملش اشتراك يشترك وينورني، ونعمل لايك ونفعل الجرس علشان نكبر القناه ان شاء الله مع بعض. طيب يعني ايه شخصيه توكسيك او شخصيه سامه؟ تمام. احنا ببساطه شديده جدا كل واحد فينا جواه طاقه. خلاص. الطاقه دي طبعا يعني طاقة إيجابية حلوة، هي اللي بتدفعك ان انت تعمل كل حاجة كويسة في الحياة. ممكن تتحول لطاقة سلبية لو انت محبط مكتئب، جواك حاجات كتير متخزنة مش حلوة. تمام. مش حلوة يعني ايه؟ خبرات مؤلمة، غصب عنك طاقتك بتتبدل وبتبقى طاقة سلبية. ولو الطاقة السلبية دي طلعت براك، تمام، وابتديت تأذي بيها غيرك، هتتحول لشخصية سامة. اوكي. طيب برضو نعرف اكتر يعني ايه حاجة سامة، يعني او شخص سام بالنسبة لي، او شخص لما بقعد معاه بيأذيني. هقول لك يعني تبقى قاعد مع حد في مكان عمال تتكلم معاه وفجأة تحس ان انت مش مرتاح. كلنا بيحصل لنا الموضوع ده. انا مش مرتاحة، متوتر، مش قاعد على طبيعتك، مخنوق، ابتديت تحس ايديك ابتديت انت مش طبيعي. رغم انك ممكن تقعد مع حد تاني وتتكلم معاه بالساعات، وتحس ان انت مرتاح جدا ومريح كده وحاطط ايدك وبتسمعه وطاقتك حلوة كده ومديك امل في الحياة، او حتى لو مش مديك امل، كلامه جميل ومخلي طاقتك حلوة. انت مبتهج ومش زعلان ومش حزين ومش متوتر. هي دي عكسها بقى. هي العلاقة السامة دي العلاقة الحلوة اللي هي بتكلم مع حد انا مرتاحة. طب بتكلم مع حد العكس بقى، لقيت نفسي بدل ما انا قاعدة مرتاحة كده بقيت قاعدة، وبعدين فجأة اتخنقت، انا عايزة اقوم من المكان ده. تمام. دي العلاقة السامة. ده الشخص التوكسيك قاعد قدامك بالظبط بيعمل ايه؟ بياخد من طاقتك الإيجابية. طول ما هو عمال يكلمك بياخد من طاقتك الإيجابية وبيديك من طاقته هو عكس الإيجابية بقى، اللي هي الطاقة السامة بسميها، أو الطاقة النيجاتيف انرجي. عمال يحملها لك. احنا بينا وبين بعض كده في شيء من الهالة دي هو بيكسرها، بيخش ياخد من طاقتك. تمام. للأسف طاقتك الإيجابية بتروح له كلها، وهو عمال يرمي عليك الطاقة السلبية، وانت قاعد ولا انت عارف ولا انت حاسس غير بتوتر وبقلق وبانك مش مرتاح. جميل. ده تعريف يعني ايه حد توكسيك، او يعني ايه حد سام انت قاعد بتتكلم معاه. اوكي. طيب في بقى يعني ناس كتير توكسيك ولا هو شخص واحد؟ لا، ده كتير. خلاص. هنبدأ نقول مين هم الشخصيات التوكسيك. اشهر الشخصية التوكسيك طبعا هم 10 شخصيات هنتكلم عليهم النهاردة. هنمسك اول شخصية منهم، وهو طبعا اللي الناس كلها بتتكلم عليه، النرجسي توكسيك جدا. ليه بقى؟ هقولك ليه توكسيك جدا. النرجسي دايما انت معاه مش مستقرة، سواء زي توصيفه زي ما يكون. اسمحوا لي ان انا هتكلم دايما بصيغة المذكر. هي ممكن تبقى على فكرة الزوجة هي اللي نرجسية، بس انا هتكلم بالمذكر، يعني اكتر هوصف الشخص بالمذكر. الشخص اللي قدامي ده هو بقى ابويا امي جوزي. لو هو نرجسي دايما مخليني في حالة عدم استقرار. مرة قريب وبيحبني، مرة بعيد وفي عقاب او صمت نرجسي. فمخليني في حالة انا متوترة على طول.
انا خايفه اقول اي كلمه يفهمها غلط، لان الشخص النرجسي عنده حساسيه للاهانه. فانا انت قاعده على طول بترتبي كلامك، يا ترى الكلام ده قبل ما اقوله لا ده ممكن لو قلت له كده هيزعل، لا طب هقولها بالطريقه دي. فطاقتك ضايعه جواكي انك عماله توضبي الكلام اللي هتقوله له ايه. توكسيك ليه؟ لانه ردود افعاله وعصبيته في حاله الغضب بتبقى مرعبه. يعني هتلاقيه مسك حاجه ورماها، كسر حاجه، كسر مرايه قدامك بحاجه، صوته عالي، بيعملك نوع من انواع الارهاب النفسي لو اختلفتي معاه في حاجه ما او كده. وبالتالي انت على طول متوتره وعلى طول مش مرتاحه نفسيا وعلى طول عندك حاله من القلق النفسي رهيب وانتي قاعده معاه، وعلى طول عامله حساب لا ده كده هيزعل، لا ده كده هيغضب، لا ده كده ممكن الكلام اللي انا بقوله ده يوتره. فانتي على طول على طول على طول خايفه وشايله هم التوتر اللي هو هيحصل له او هيعمله لك يعني. عشان كده الشخص النرجسي شخصية توكسيك. توكسيك على فكرة لزوجته، توكسيك لولاده، توكسيك لو هو طبعا يعني أقرب ناس هي الزوجة والأولاد، ولو هي أم هتبقى لزوجها ولولادها، ويعني قيسوا كده الدايرة المحيطة بيه. طيب مين غير الشخص النرجسي ممكن يبقى توكسيك؟ الشخص السايكوباتي. طب انا اعرف منين بقى السايكوباتي ده؟ السايكوباتي ده عادة بيبقى ملامحه دائما هتلاقيها كده، يعني ليه بصة عين كده معينة، وهتلاقيه بصة عينه كده من تحت لفوق، بيكلمك وممكن يبقى هو قريب منك جدا، وده عادة يعني السايكوباتي ده بيبقى مؤذي مش للقريبين منه قوي يعني الا قلة طبعا، لكن يبقى مؤذي في نطاق العمل. تمام، بيبقى بيضمر لك شيء ما جواه لو زعلتيه. يعني هو كويس معاكي طالما انتي بترضيه وبتعملي الحاجات لمصلحته. طب عملتي حاجة ضد مصلحته وفيها إهانة، حس بإهانة، هو قريب شوية من نرجسي على فكرة في موضوع حساسية الإهانة دي. ايه اللي هيعمله؟ هيقلب عليكي بغضب رهيب، ويعني هيبقى شخص مؤذي حقيقي وأذى رهيب. فانتي لو عارفة ان هو شخص سايكوباتي او احنا بنسميها شخص مؤذي، فانتي هتبقي على طول متوترة وانتي قاعدة تتكلمي معاه متوترة، خايفة من رد فعله، يا ترى فهم الكلام ده غلط، يا ترى فهم الكلام ده صح. طيب احنا كنا كويسين قبل كده، معقولة لما يغضب يعمل ده وده وده؟ فبيهدر طاقتك الإيجابية في البحث وراء أسباب ردود أفعاله. هو ازاي مؤذي كده؟ طب ما هو قبل كده كان كويس معايا، يعني يعني هل معقولة انا كنت مخدوعة كل ده في الشخصية دي؟ طاقتك الإيجابية كلها بتتهدر وانتي قاعدة كمان بتتكلمي معاه بصة عينه، ابتسامته الغير مريحة أبدا، حاسة هو بيسمع منك مش سمع عادي، هو بيتلكك لك على حاجة ما، حاسس بان عارفة الناس اللي هم ايه في الشغل كده اللي دايما عندهم نظرية المؤامرة، هو على طول شايف ان في مؤامرة عليه فمتوجس كده. البصة التوجس اللي هي بيبصها لك دي او بيبصها لك دي بتخليكي مش مرتاحة، بيهدر الطاقة الإيجابية، بيكسرها جواكي، وخلاص بيمتص الطاقة الإيجابية اللي جواكي وبيديكوا من طاقته السلبية للأسف، وده بيوترك جدا. يبقى أول شخصيتين اللي هم معروفين جدا قلنا النرجسي والسايكوباتي. طب في حد تاني؟ في شخصية بقى خطيرة، الحقيقة دي أنا بحسها موجودة أكتر في الستات، في الرجالة موجودة بس بصفة قليلة، بطبيعة ان الرجالة مش شكاين، اللي هي الشخصية الأنانة. تمام، اللي هي تبقى انتي قاعدة معاها وطول القعدة من A to Z هي يا على عندي ويا وانا حصل لي وانا مش وعمالة تنعي في همومها واللي بيحصل لها واللي مش، وانتي عمالة تحسي ان انتي دورك عمالة توسي فيها، معلش معلش طب بصي ما انتي، وتقدمي في حلول، طب ما انتي ممكن كده، طب وهي مش عايزة تسمع اي حلول وعمالة تعيد، وبعدين ايه يعني عمالة تعيد وتزيد في اللي بتقول، وانتي تقدمي حلول، هي مش سامعة حلولك، هي مش عايزاكي تقدمي لها حلول، هي عايزاكي بس تسمعي، عايزة تصب كل شكوتها، يعني وكأن حد كوباية كده مليانة بيدلقها جواكي. تمام، وفضيت بقى الكوباية وارتاحت هي وبقت تمام وزي الفل. ارتاحت ليه؟ اخدت من طاقتك الإيجابية
وصبت كل الطاقة السلبية اللي جواها عندك، وانتي حبيبتي عمالة تقدمي لها في حلول، ومعلش ونقدر الحل ده يكون كده، وهي لا عايزة تاخد حل ولا هتاخد حل. هي متعتها انها تقعد تشتكي لحد، والحد ده يقعد يسمعها، وانتي لا حول لك ولا قوة، ومش فاهمة القصة دي، وبتكسر اللي هو في كل واحد كده بيني. عشان كده بيقولك لما تقعدي مع حد في بينك وبينك المفروض حاجز كده، حاجز نفسي عشان ما حدش يأثر. خلي دايما بينك وبين، ده هنقولها في الحلول دي بس انا بقولها يعني لما تحسي ان في حد عمال يشكيلك ارجعي كده شويه، حتى ارجعي على الكرسي بظهرك كده لورا، بتمتنعي عن انه يخترق وكأنك بتمتنعي او بتمنعيه انه يخترق ويدخل ياخد طاقتك الإيجابية ويديكي طاقته السلبية. فلازم تبقي مركزة كويس جدا. لو انتي الشخص ده عارفاه والشخص ده أنان، يبقى الشخص اللي عمال على طول يشتكي لك يشتكي لك يشتكي لك، وضحنا انه انت هتعمله ستوب ازاي، وهنقول برضو في الاخر. طيب مين تاني؟ احنا كده قلنا على 3 شخصيات. الشخصية الرابعة وهو الشخص الناقم على الدنيا. ده بقى مش بيشتكي لك من مشاكله. الناقم على الدنيا ده اللي هو بنسميه السوداوي. يعني ايه؟ يعني طول ما هو قاعد، انت شفت الحاجة اللي حصلت لفلان ده، وقع مش عارف حصل له ايه، ده بيته اتهد، ده مراته مش عارف حصل له، انت شفت الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي حاجة بقت خلاص الواحد عايز يموت والله، ده الواحد مش طايق الحياة والناس والدنيا، ما انت مش شايف. تقول له ليه يا عم؟ الدنيا كويسة الحمد لله. الدنيا كويسة؟ هو انت ما عرفتش اللي حصل يا ابني؟ ده بيقولك في الهند الدنيا هتولع وهتيجي علينا تلاقيه عمال يقولك اخبار كده هلامية بتاعت العالم، ويسود لك الدنيا كأنه خلاص دنيتك اسود. ده الكورونا ده بتموت كل الناس. يا عم ما في ناس الحمد لله كويسة، مع الكلام ده مش صح على لا، انت فاهم غلط، انت فاهم غلط، انت بس ما فلان مات وفلان ما. طب ما هو الحمد لله، يعني احنا كلنا هنموت بأمر الله، في ده عاش وده عاش وده خف وده وده وده. هو مش شايف ده، هو شايف الجانب الاسود من الحياة، وعلى طول صابب عليك كل السواد اللي هو شايف بيه الدنيا بانيه. ويعني هريك بقى سواد، تقابله الصبح انت بابتسامة كده صباح الخير، انت بتضحك على الصبح، بتضحك على ايه؟ هي الدنيا دي دنيا تضحك عليها؟ انت مش شايف اخبار العالم؟ انت ما بتسمعش؟ انت ازاي بتضحك كده يا عم؟ هو انت محملني العالم كله فوق دماغي ليه؟ ما كل واحد يشيل النطاق بتاعه بتاع اسرته ومشاكله، وانت هتشيلني هموم العالم ليه معاك؟ طبعا دي من الشخصيات السامة اللي بصراحة يعني مش مؤذية، دي تجيب لك طاقة سلبية ملهاش اخر. تمام. طيب في شخصية تانية، طبعا الشخصية الخامسة اللي هنتكلم عليها وهو الشخص الحسود. الحقيقة طبعا رغم ان الحسد ده آفة، لكن احنا في بينا ناس حسودة. يعني ايه حسود بقى؟ يعني تيجي تقول له مثلا ده انا الحمد لله ربنا كرمني وجبت عربية، يا بختك. انا مش عارف الناس اللي بتعرف تحوش دي بتحوش ازاي، انت قدرت تجيب عربية؟ ده انا بقالي كام سنة عمال ومش عارف اجيبها. يوترك كده، يعني يخليكي مش عارف هو ده مبسوط لك ولا ده زعلان، ولا يعني ولا انت غلطان انك جبت عربية، يعني كان المفروض تجيب له عربية مثلا. ده يا عم انا جايبها بالقسط والله، وانت يعني انت جوه نفسك انا جايبها بالقسط وقعدت احوش فيها يعني. تقول له مثلا ده انا سافرت امبارح اخدت الولاد، يا بختك يا بختك يا بختك يا عم، عندك وقت تسافر وصحتك حلوة. ده الواحد وركبتي وايدي ودراعي وانا عارف اسافر، ولا انا ولادي دول يا ساتر، يا بختك بولادك ايه يا عم؟ في ايه؟ في ايه؟ شخص زي ده يعني مالوش حلول، ده يتقطع معاه كلام. ده هنقول برضو ده في الاخر، بس بنبهك لو قعدت مع حد بيقولك الجمل دي، ده اسمه شخص سام. الشخصية الحسودة شخصية سامة، لانها مش راضية عن ربنا مديهولها، وبدل ما تبص في شباكها يبص في شباك غيرها. كل حاجة بتقارن حاجات غيرها بحاجاتها، رغم انها ممكن يبقى عندها حاجات احسن كتير.
لكن هو باصص للشوية اللي عندك وسايب كل الحاجات اللي عنده ومركز في الشوية اللي عندك انت. طبعا دي شخصية سامة جدا، والمصيبة انها لو جت في حد قريب منك قوي. يعني احيانا يبقى زوج للأسف مراته بتحسده، واحيانا تبقى العكس، يعني هو جوزها مستكتر عليها مثلا حاجات معينة في شغلها، رغم انه يبقى في مكان بيترقى والدنيا تمام، لا مستكتر عليها وباصص ايه ده. يعني مصيبة كبيرة حقيقي لما بيبقى الشريك هو اللي شخصية حسودة، ومصيبة اكبر بقى بيبقى في نطاق العيلة وانتي مضطرة تقعدي معاهم. وطبعا يعني بنتعرض لده كتير. وبرضو هنقول الحلول في الاخر هتعملي ايه لما تقابلي شخصية سامة زي دي. طيب في شخصية كمان سامة، في شخصية سامة وهو الشخص الساخر. يعني ايه بقى؟ الشخص الساخر اللي هو تبقى انت مثلا جاي كده ولابس ومتشيك كده وقاعد وصباح الخير، ايه يا عم ايه الكوتشي اللي انت لابسه ده؟ ايه ده بتاع ابن اختك ده ولا ايه؟ طب انت مش عارف هو بيهرج ولا هو بيتريق عليك ولا؟ وايه ده ايه ده ايه ده ايه ده تعالى كده وريني ايه ده، ايه البرفان اللي انت حاطه ده؟ ده برفان ده ولا ايه ده ولا انت رشش حاجه؟ ايه ده ولا ده بخور ده ولا ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ الحقيقه للاسف الناس المؤدبه الذوق بتتلخبط من الشخصيات دي، بتبقى مش عارفه ترد عليها ازاي. والمشكلة بقى ان الساخر ده بيقول لك كلام زي السم وهو بيضحك وبيهرج، عشان لو جيت يعني قفشت عليه يقولك الله، انت بتزعل من التهريج ولا ايه؟ انا بهرج معاك يا عم، انت ليه؟ وعادة الساخر ده بيبقى شخص مش واثق في نفسه، شخص كله عقد وبيتعمد يسخر منك قدام الآخرين. تلاقيه محترف انه يسخر منك بالهزار قدام الاخرين، تيجي تزعل يقولك لا ده انت قماص بقى حساس وشخص ويعني ايه ده انت ايه الحساسيه اللي انت فيها دي؟ يا عم احنا هنا بنهرج وانا بهرج كده مع كلهم، محدش بيزعل مني، بتزعل ليه؟ يبقى عمال يهزق فيك قدام الناس بتريقه، وانت مش عارف تمسك عليه حاجه. يعني انت حاسس ان هو بيهينك وبيتريق وبيتكلم عليك بطريقه غير مقبوله، انت ما بتتكلمش كده بيها معاه ولا مع اي حد، وتلاقيه هو عادي مستمتع جدا بتريقته، ممكن يضحك عليك القعده كلها وانت قاعد كده متوتر، تحس بالخنقه والتوتر والضيقه خلاص. وفي ناس دموعها ممكن تبقى في عينيها مش عارفه ترد عليه، والستات الحقيقه في الموضوع ده لما بيتعرضوا للتنمر والسخريه دي احيانا ما بيعرفوش يردوا. وبرضو هنقول في الاخر هتردي ازاي على الشخصية دي، لان دي ليها جمل قاطعة محددة هنقولها في اخر الفيديو لازم يترد عليه بيها. ما تقبليش اي حد يهرج معاكي تهريج يهينك، ويعني هو او هي التهريج اللطيف مقبول، التهريج باستخفاف وبإهانة غير مقبول بالمرة. وشخص زي ده بنعمل عليه كروس. وبصراحة أنا دايما أقول ده شخص زي ده يا يحترم نفسه، يا إما قلة التعامل معاه هي أفضل وأكرم ليا من إني يعني أدخل في مهاترات إن حد يهني قدام الناس. خلاص. طيب هل في عندي شخصيات تاني اللي انا بقول عليها شخصية سامة او شخصية بتاخد من طاقتي الايجابية؟ لان اللي انا قلتهم دول كلهم بياخدوا من الطاقة الايجابية بتاعتي وبيدوني الطاقة السلبية، وبيهدروا انا داخلة القعدة كل سعادة وهدوء وطمأنينة، ولاقي حد اللي هو ايه شفط كل ده. معلش سوري المايك بس نحطه تمام. نلاقي حد شفط كل الطاقة الإيجابية دي و... وانا اتوترت واتضايقت ويومي اتقلب، وتلاقي كده هو انت عملت كده بالظبط، انت مش عارف في ايه ومخنوق وخلاص بقى عايز تقوم من القعدة اللي انت فيها او عايز تنام او whatever. من الشخصيات برضو اللي احنا بنقول عليها شخصيات السامة هو سيء الظن. دي بقى كارثية خلاص، خاصة بقى لو سيء الظن ده جه كان في نطاق دايما اقول عليها النسب يعني ايه؟ يعني كانت حماتك، كان من اهل جوزك، كانت اختك،
يعني والكارثة الأكبر لو هي زوجتك هي أو زوجك، تمام. يعني تبقي بتكلمي كلام عادي جدا، خلاص بتكلمي كلام عادي، ولا في تريقة ولا في استخفاف ولا في كذب ولا كلام يتاخد. مثلا تقولي له ده انا النهارده مثلا اخويا ربنا كرمه مثلا وجات له ترقية في الشغل الحمد لله وعايزين نروح نبارك له. بصي كده اقول لك انت قصدك تقولي ايه؟ قصدك تقولي انت بتحسسيني يعني ان انا عشان انا مثلا ما ترقيتش والترقيه اتاخرت انت بتحسسيني يا لا انا مش قصدي والله، انا بقول لك احنا عايزين نروح نبارك له، انا ما قلتش اي حاجه فيها اهانه. لا على فكره انت تقصدي من ورا الكلام ده حاجه، والكلام ده ايه ده؟ تمام. تكوني قاعده مثلا مع حماتك او تقولي لهم يا ده بيتكلموا مثلا على اي حاجه، تقول لهم اه والله الحمد لله ده انا كمان بابا النهارده جاب حاجه لابني وهو مسافر وحاجه حلوه قوي حماتك بصلك كده، هو احنا يعني ما بنجيبلوش؟ وانتي قصدك تقولي ان اهلك بيجيبوا واحنا ما بنجيبش؟ الله، يعني ايه سوء الظن الفظيع ده؟ طبعا انا بديكوا امثله بسيطه، يعني ده في بقى حاجات اكبر، تبقي بتعملي حاجه عمل بقى مش كلام، وبصدر رحب وباخلاص نيه، ومثلا بتقدمي اكل وحاجه وبعدين تلاقي حد قاعد بصلك كده، انتي قدمتي لفلانه دي قبل ما تجيبيني، انتي قصدك يعني ان هي اغلى مني؟ هو انتي روحتي لو بقى كمان صحاب وانتي روحتي قابلتي فلانة دي من انتوا كده بتكدبوا عليا ما بتقولوليش؟ احنا بقى في مهاترات كتيرة جدا في الشخص سيء الظن ده، والحقيقة ده شخص مجهد، ومش مجهد بس، ده مجهد ومؤلم، وغير انه بياخد من طاقتك السلبية كلها، بيخليك قاعد عمال تفكر ترد ازاي وتدافع عن نفسك ازاي وتبرر انا يعني انا ما عملتش كده، انت فهمت غلط، وتقعد يا عيني تنهك نفسك في تبرير رهيب. والحقيقة هو بيبقى غير متقبل ومش عايز يسمع التبرير، وخلاص الحكم يعني هو خلاص اعتقد في سوء ظنه ده وصدقه وحكم عليك انك خلاص ومش عايز يسمعك، وتحس انه يعني ايه ده، هي ليه الناس كده يعني؟ وتلاقي نفسك برضو اتخنقت وطاقتك راحت ومش عايز تروح للناس دي تاني، او مش عايز تقعد تتكلم معاهم تاني. ما هو انت مش معقول كل ما هتقعد معاهم الناس دي هتحس ان انت يعني قاصد تعمل حاجات معينه. مش معقول لما تكون زوجه راح تقعد مع حماتها مثلا، حماتها تقول لها والله ده انا النهارده وانا نازله لقيت مثلا حاجات فجبت 5 حاجات ليكوا قالت 5. دي قصدها بقى ان انا بحسدها. ايه يا جماعه سوء الظن ده؟ يعني بجد ايه سوء الظن الفظيع ده؟ يعني بليز نخلي عندنا نوايا كده صافية، مش كل حاجة بتتقال هي وراها حاجة تانية. في كلام بيتقال عادي جدا، وعلى فكرة في مثل بيقولك ايه بقى، حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. فبلاش تقف لحد على الواحدة وتتمنى له الغلط وكأنك يعني بتقطع رقبته بالغلط ده. في شخصيات تانية، في شخصيات تانية هنقولها برضه، من الشخصيات برضو التانية اللي احنا بنقول عليها بتهدر طاقتك وبتوترك وبتاخد من الطاقة الإيجابية بتاعتك، واللي بيخترقوا حدودك، يعني المساحة اللي انت بتبقى وانت قاعد كده اهو تلاقيه دخلوا اخدوا من الطاقة بتاعتك ويعني ومرمطوك وادوك طاقة سلبية واحبطوك وخنقوك. هنقول عليهم طبعا احنا قلنا كتير، فاضل لنا حاجة بسيطة خلاص وبعد كده هنقول في اخر الفيديو ايه اعمل ايه مع الناس دي لما ابقى قاعد معاهم. احنا فاضل لنا الشخص المعتمد عليك، اللي هو ايه بقى؟ ده بيهدر طاقة، طبعا ده بيهدر الطاقة خلاص، اللي هو بنسميه الشخص الكسول، اللي مثلا تيجي وانت قاعد في قاعدة تقول له ايه ده على فكرة انت بتقول كلام عادي، انا بكرة ان شاء الله راحة معرض الكتاب وهروح اجيب كتب من هناك ده في كتب حلوة قوي، فتلاقيه بيقول لك ايه والله ده انا كان نفسي اروح جدا يا خبر، طب بص بقى لو رحت دورلي في المكان ده الكتاب ده ودورلي في المكان ده الكتاب ده
فتبص له كده فتقوله طب خلاص ما تيجي معايا بكره انت، يعني تعالى معايا انا كده كده رايحه، تعالى دور معايا على. لا والله اصل انت بتدور، انت اشطر مني بقى في الموضوع ده وانت بتعرف وبص اصل انا بقى ورايا بكره ومش عارف وايه انت عارف لو هو بيطلب منك الموضوع ده مره، يعني مره واحده مثلا عادي انت هتعمله له اول مره بصدر رحب وعادي وحد بيطلب منك حاجة. لكن انت هتحس انه على طول معتمد عليك. انت نازل تجيب هدوم، انا والله نازل اجيب، طب بص بقى انا محتاج كذا ولونه كذا، وابعت لي بقى الصور على الواتساب عشان اشوف وبص بس اتاكد من الماتيريال وانا بحب طيب ماشي خلاص، انا يعني انت اصلا مش هتلاقي وقت لنفسك تجيب حاجه، فتقول له طيب خلاص تعالى معايا وننزل مع بعض لا والله انت شاطر قوي في موضوع اللبس ده، انا بيعجبني لبسك ده جدا وانت شاطر حقيقي. الحقيقه الشخص ده هو عايز يستغلك، عايز يستغلك وشايلك الهم، وتفضل طاقتك كلها قاعد عمال تقول توضب يومك كده. طب انا لو عندي ساعة اشتري فيها هدوم يا دوبك انا مخططاها لنفسي او للولاد، يا ترى انا هقدر اشيل شيلة ان انا اقدر هجيب له هو والمقاسات اللي عايزها والالوان اللي عايزها، خاصة ده بيبقى شخص مش في نطاق اسرتك في الغالب، يعني ده بيبقى شخص يعني قريب او صديق او whatever ايه. فالحقيقة دايما احنا عندنا قاعدة في علم النفس بتقول ايه، كل واحد يشيل شيلته، لان انا لو مش قادرة اشيل شيلتي انا وولادي واسرتي وقعت، محدش هيشيل الشيلة بتاعتي، خلاص هو هيشيلها لي، هو مش هيشيلها لي. وبالتالي انا اما تقل عليا واقوم حاطه شيل فوق الشيل بتاعتي واقول له طب خلاص من عينيا، وانزل الف وادور له واروح واجي واتعب واهلك، تمام. الحقيقه حتى هو احيانا ما بيعجبوش، يعني ممكن تروح تقول لا مش ده اللي انا عايزه أعرف. بمنتهى الاعصاب اللي بسميها البارده، يعني لا مش هو، ويكلفك تاني ان انت تروح وترجع ويشيلك، ولا في دماغه انت هتعمل ايه، ولا في دماغه لا تكلفة مجهود ولا تكلفة وقت ولا حتى تكلفة فلوس انت دفعتها تعرف تاخدها تاني ولا لا. انا بحسه شخص عنده اعتمادية وبرود شديد، هو مش فارق له بقى انت تتصرف تتشقلب تروح تجيب تعمل، مش بتاعته، هي دي بتاعتك انت بقى حل، المهم انت ترضيه. ولو قلت له لا، يا خبر ابيض هيشتكيك لطوب الارض، ده انا رحت وطلبت منها وهي ما رضيتش تعملي، ده حتى دي ما بتخدمش حد، دي وتبقى انت عامل له يعني 10 خدمات، وجيت في ال11 قلت له والله انا حقيقي ظروفي مش هتنفع، والنهارده يعني يا دوبك انا الوقت يا دوبك ان انا هدخل محل الفلاني اجيب حاجه بسرعه، ومش مثلا انا بدي امثله في الشارع يعني، يا خبر ابيض ده انت هتبقى يعني هيحط عليك سواد الدنيا جدا، وهيهدر في طاقتك وهيجيب لك اكتئاب، ونفسيتك هتبقى من اسوأ ما يمكن. فبرضو الشخصية دي من الاول لازم تعملها حدود، وهنقول ده في الاخر ازاي ما خليش شخص معتمد عليا لدرجة انه يغرقني. يعني هو اللي الشخص ده بيعمل ايه، يعتمد لدرجة ان انت تغرق، تمام، وتحس ان انت شايل الدنيا كلها على دماغك، واما تغرق ما تلاقيش حتى حد يمدلك ايده يطلعك، مش هيفوق ويقولك والله ده انا حملت عليك جامد فاطلع، مش هيفوق للأسف، هيفضل يعني كده اهو لغاية ما يلاقي حد تاني يقوم محمل عليه تاني غيرك، وانت اغرق بقى مع نفسك. دي مش قصته، يعني ما يعني لو انتوا معتقدين انكم هتتفانوا عشان خاطر حد، لا، ما الحقيقة ما يعني موضوع ان الناس تحس ان انتوا بتغرقوا او ان طاقتكم بتبوظ او نفسيتكم بتبوظ وحد هيساعد، لا ما حدش هيساعدكم. يعني لو انتي ما كنتيش هتقومي منك لنفسك وتوقفي الناس دي تبعديها عنك عشان تقدري تقومي بادوارك اللي ربنا كلفك بيها في اسرتك، ما حدش هيزحالك. يعني عشان كده احنا عاملين الفيديو ده النهارده عشان كل حد تعرض لهذه الشخصيات يعرف يوقفها ازاي. فاحنا الاول بنقول انواعهم او بنلم اكبر قدر منهم، وهنقول ليكي او ليه او يعني للكل تعمل ايه عشان توقف الشخصيات دي. بعد المعتمد احنا فاضل لنا اخر حاجة، معلش ثواني افتكر عشان الشخصيات النهاردة كتير قوي. في بقى شخص تاني اللي هو ايه بنقوله، اللي بيحبطك ده
يعني تبقى انت مثلا بتعمل داخل مجال، هتعمل مشروع وداخل بكل طاقة كده، وتقول له طاقتك حلوة كده وعندك امل في الحياة، وتقول له على فكرة ده انا قررت افتح المشروع الفلاني ده. فتلاقيه يقول لك يا راجل، ده انت عارف فلان اللي فتح المشروع اللي شبه مشروعك ده خسر فلوسه، وده حصل له ايه، وانت يا عم هو في حد دلوقتي يفتح يا عم حط فلوسك جنبك واقعد. ايه الناس اللي بتكسر في مقاديف الناس دي؟ تبقى مثلا حد داخل مجال جديد، وحد مثلا قرر ان هو ده انا ايه والله، ده انا قررت اكتب كتاب ولا حاجة. هتكتبي؟ هو في حد بيقرا؟ انت هتقعدي سنة تكتبي، وبعدين تدوري على دار نشر، وبعدين يقولولك، وبعدين تحطي فلوس. يا بنتي وفري مجهودك ووفري فلوسك. هو انت يعني انت خلاص فاضية قوي كده؟ انت يا دوبك ولادك يا جماعة يعني سيبوا الستات تعبر عن نفسها بالطريقة حلوة، تلاقي لها هواية. يعني ما تبقوش دايما اشخاص مؤذية ومهدرة للطاقة واشخاص يعني بتحبطوا اللي قدامكم. يجي ابنك مثلا يقولك يا ماما ده انا قررت، اتفقت مع واحد صاحبي هنعمل. يا شيخ كتخيبة، هو الكبار نجحوا لما الصغيرين هينجحوا؟ انت فاكر نفسك مش عارف ايه. يبقى الشخص اللي بيحبطك ده انت دايما هتبقى مركز ان اللي قدامك ده بيحبطك. فزي ما قلت لك كده، اول رد فعل بسيط هترجع شوية لورا كده بسرعة جدا، هتفكر. وهنقول الحلول بقى دلوقتي لكل الناس اللي احنا اتكلمنا عليها، وهنبدأ بآخر واحد، الشخص اللي بيحبطك. الشخص اللي بيحبطك اول حاجة هتحط له حدود. وطبعا احنا قلنا في الاول الفيديو ان انت هتعمل حلول، او احنا هنقول حلول لحاجتين: لو الحد ده قريب منك في نطاق الاسرة، او لو الحد ده في نطاق العمل والزمالة اللي انت بتشوفه مش دايما. لكن لو حد موجود معاك في دايرتك المحيطة وبتشوفه كل يوم ومتواجد معاك في البيت، هنا الحلول بتبقى مختلفة شوية. يعني الناس البعيدة اللي هي مش معايا في نطاق أسرتي، أول حاجة هتعملها هترجع كده شوية لورا بالظبط. يعني انت لو قاعد خلي فيه مسافة دايما بينك وبينه، ما تبقاش قريب، ما تسمحش لمجالك ان هو يخترق وياخد الطاقة بتاعتك. ارجع لورا كده شوية على قد ما تقدر، ابعد وهو بيتكلم، على فكرة ومتحرك وهو بيتكلم، قول له كرسي ده مش مرتاحة اقعد على ده. دي اول حاجة. هترجع كده وهو بيتكلم، انت هتقول لنفسك في صمت، انت المفروض بتسمعه بس انت قاعد كده بتقول جواك بقى انا مش هسمح لك تاخد من طاقتي الايجابية. انت كل اللي انت بتقوله ده لن يؤثر فيا، وانا مش هاخد من طاقتك السلبية. احتفظ بطاقتك لنفسك، وانا محتفظ، وانت عمال تعمل كده، وانا محتفظ طاقتي لنفسي. كل ده في سرك، خلاص هو مش هيسمعه، بس الحقيقة انت بتقول لنفسك عشان ما حدش يخش مجالك ياخد منك الطاقة دي. تمام؟ طب هتعمل ايه كمان؟ هبص في ساعة كده بالظبط بتاعتي، وهدي لنفسي تايم 5 دقايق، وهبتدي اعلن. هقول له على فكرة معلش بص انا بس قدامي 3 دقايق لان انا ورايا عندي ميعاد مهم. او هتاخد موبايلك وهو بيتكلم كده، حسيت انه خلاص انت مش قادر وهيبتدي ياخد من طاقتك، هتقوم ثواني بس عندي تليفون مهم جدا لازم اقوم اعمله. وتاخد التليفون وتطلع بره، تعمل فعلا تكلم اي حد لغاية لما الشخص ده يا يتحرك يا يقوم. احنا خلاص افترضنا ان هو مش في نطاق الاسرة، ده حد بعيد في العمل، هيقوم يتحرك يقوم. اما ترجع تاني ما تسمحش ان هو يفتح نفس الموضوع اللي هو بياخد فيه طاقتك ده، سواء بقى هو شخص سوداوي او حد بيحبطك او ايا كان من النوع اللي احنا اتكلمنا عليه. في بقى حلول قاطعة اكتر لو هو ما يهمكش قوي، انت هتقفل مجال الكلام اصلا. يعني هيجي كان اهلا ازيك تمام طيب معلش بص انا كان نفسي اقعد معاك جدا بس انا اسف والله بس انا يعني مضطره اقوم، بلا مبررات.
اللي هو خلاص انت بتعمل عليه اكس، انا مش هتواجد مع الشخص تاني، الشخص ده بيؤذيني نفسيا، فانا مش عايزه اتواجد معاه تاني، مش عايزه ان هو اصل كلنا عندنا حاجات حلوه في يومنا وحاجات وحشه، فانت مش ناقص تجيلك حاجات وحشه من حد اللي هو عشان يرتاح يدلق عليك كل اللي احنا بنقول عليه ايه طاقته السلبيه بقى، يبقى نرجسي، يبقى سايكوباتي، يبقى طبعا يعني كويس ان انا هتكلم النرجسي بقى والسايكوباتي، لو يعني لو هو بيتكلم قدامك لازم هتحط له حدود، وخاصة لو هو في نطاق الأسرة يعني. وما تفضليش تقعدي لو سمحتي يعني بكل الطرق تستميتي لإرضائه، وخاصة الشخص الناقم والحسود. الحسود ده هنبعد عنه، ده هنقطع خالص يعني، حلولنا مع كل واحد هتبقى مختلفة. الحسود ده مش هتقولي حاجة تخصك قدامه، والله لما تكوني جبتي عربية احتفظي بكلامك لنفسك، ولما تقعدي معاه تكلمي في كلام عام، عشان هو الكلام العام مش هيعرف يحسدك فيه يا بختك، والكلام اللي هيهدر طاقتك ده من جوه وياخده ويوترك ده انتي مش هتسمعيه. تمام. الشخص الناقم انتي يقولي الله يخليك بص انا الاخبار وضحي له كده، قولي له انا الكلام ده بيضايقني، انا ما بحبش اسمعه، انا بحب اشوف الدنيا زي ما انا عايزه اشوفها مش زي ما حد تاني عايز يشوفها. خلاص دي رايك، ده رايك لنفسك، انا مش عايز اسمعه. حتى لو زعل مره في التانية انتي بتحطي له حدود. تمام. النرجسي على فكرة لما تبقي قاعدة معاه برضو هتحطي حدود لما بيجيله حالات الإحباط، أو لما بيجيله اللي هو انت عمالة ترضيه بكل الطرق. خلاص حطي حدود في المعاملات بينكم، بحيث ان هو خلاص انت عملتي اللي عليكي، خاصة لو حد قريب اب ام زوج، عملتي اللي عليكي، قدمتي له حلول، اخدها ما اخدهاش خلاص. هو والأنان على فكرة، يمكن هو الأنان اللي هو ايه، الحد أنان او حد أنانة وعندي ما تقدملهاش حلول تاني خلاص، ولا تسمعي شكوتها. هتقعد تشكي 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 كده، غيري الموضوع يعني، مبدئيا هتغيري الموضوع. تاني حاجة انت عمالة تهلكي طاقتك وتلاقي لها حلول، لا للحلول يعني، خلي حلولك انت عرضتي عليها الحل مرة واثنين وثلاثة وهي ما بتعملش، لو سمحتي احتفظي بحلولك لنفسك. خلاص انت فهمتي وعرفتي انها مش عايزة حلول، هي عايزة تدلق الطاقة السلبية عليك، فبلاها حلول خالص. واسمعي يعني هنبتدي هتخش في العنوان، غيري بقى الموضوع بذكاء يعني، خليكي قاعده هنبدا بقى جواكي هنبدا بقى، لا انا مش هسمح. خاصه لو انت عايزه تحافظي على علاقتك بيها وكانت حد قريب في نطاق الاسره، لا والله انا يعني هنغير الموضوع اوتوماتيك. هتقولي نفسك لا انا هغير الموضوع، عامله تايم في ايدي، انا هقعد مع الشخص السام ده قد ايه، وهقوم امتى وهوقفه امتى، ومركزه جدا يعني. اول كلام بيتقال هيبقى ظروفي معاه. لو هو في نطاق الاسره خلاص هتبقي عرفتيه تماما، بالحاجات دي بتبرمجي نفسك. هنعيد تاني، بترجعي ظهرك لورا، بتقولي لنفسك عشان ما طبعا برجع ظهري عشان ما يخترقش المجال، انا بعيد عليكم تاني. هتقولي له بينك وانت قاعده كده كانك بترسلي له رساله في صمت، انت مش هتاخد من طاقتي ولا هسمح لك تديني من طاقتك. اوكي. تالت حاجة ميعاد، وهعمل ستوب للكلام اللي بيتقالي ده، انا مش هسمع الكلام اللي بيهدر طاقتي ده وبيقرفني وبيتعبني، ورايا مليون حاجة. تمام. الشخص اللي بيعتمد عليكي، اللي احنا قلنا بيستغلك وهاتيلي وهاتيلي وهاتيلي، انا بقول لنفسي اول حاجة انا عليا التزامات تجاه اسرتي واولادي، هم اولى بالوقت ده. انا لو عندي فائض وقت هعمل لك من عيني، لكن لو انت عارفة ان ما عندكيش فائض وقت وعارفة ان هو متكاسل، لا حضرتك تقدر تقوم تعمل ايه بوش كده على طول، لا والله مش هينفع، هيزعل وهيقول اللي يقوله، وما يهمكيش الكلام اللي بيتقال، اللي يزعل طالما انتي يعني عارفة ان هو متكاسل ورامي الهلب عليكي وهيفطسك. لا انا يعني مع كل واحد، اللي مش قادر يحب نفسه ما ينتظرش ان حد يحب، اللي مش قادر يخلي لنفسه يعني أهمية وضعية معينة، ما يعتقدش ان الناس هتيجي تقولك والله انت مهم.
قدر نفسك وقدر طاقتك الإيجابية اللي جوه دي، ما تهدرهاش، لأن الطاقة الإيجابية بتاعتنا لما بتهدر وبيجي لنا نيجاتيف انرجي بيجي لنا أمراض كتيرة جدا وبنكتئب وبنحبط، وإحنا هنبقى بعد ما يجي لنا الطاقة دي وتفضل تتخزن هنبقى إحنا مصدر للطاقة النيجاتيف دي، وهنبقى إحنا شخصية سامة. فعلى إيه؟ على إيه تتحول من شخص إيجابي لشخص سلبي وشخصية سامة؟ وعلى إيه تبقى مصدر إزعاج لحد؟ أنت من الأول تحط حدود للشخصيات دي انها ما تثقلش كاهلك، ما تقلش عليك، ما تفطسكش، فبالتالي تعمل لها ستوب وتقول لها الشخص بقى الساخر، عشان ده مهم جدا. انا عايزه اقول هنعمل له حدود ازاي. الشخص الساخر ده قدام الناس في كلمه واحده، من فضلك انا ما بسمعش حد، هو بيهزر، هو بيقولك انا بهزر، من فضلك انا ما بسمعش لحد يتعدى حدوده معايا حتى بالتهريج. فيقول لك ايه يعني؟ اول حاجه هو بيقول لك انت عيد عليك، يعني بتقول له ايه انت بتقول ايه؟ ما سمعتكش كويس. اقول لك يا عم انا بهرج مع، اقول له لا لو سمحت انا ما بقبلش التهريج ده، ما بسمحش، في حدود انا بحطها، ما بسمحش ان حد يتعدى حدوده معايا. هتتعدى الحدود دي معايا انا مش هتعامل معاك تاني، انا ما بقبلش التهريج ده. يقولوا بقى عليك بتزعل، يقولوا عليك حساس، يقولوا عليك قماص، يقولوا اللي يقولوا. احترامك لنفسك اهم من كل اللي بيتقال ده. مش معنى ان انت قريب مني، على فكرة في شخصيات من دي بتبقى الاخ، واحيانا بيبقى الزوج، واحيانا بتبقى الزوجة. مش معنى ان هو قريب مني جدا ان هو يهني، مش معنى ان هو قريب مني جدا ان هو يستهزأ بيا ويتريق عليا قدام الناس. مش معنى ان انا بحب اللي معايا ده ان انا ابقى مباحة. لا، اللي بيحبك هيعرف يحترمك كويس قوي بينكم وبين بعض او قدام الناس، وهيعرف يقدرك، وهيعرف الكلام اللي بيطلع ده لو هو عارف ان هو بيزعلك هيخاف على زعلك، وهيعرف يقول ايه وما يقولش ايه. طبعا يعني الفريم العام للكلام ده كل شخصية منهم ليهم حاجة معينة. أنا حاولت أوضح أغلب الحلول لكل الشخصيات دي، وأول حل اللي أنا قلته يمشي معاهم كلهم، وهي دايما افتكرها هترجع. خلي المساحة اللي بينك وبين اللي بيتكلم لو هو شخصية سامة، خلي دايما في مساحة، ما تقعدش على أقرب كرسي جنبه لو سمحت، عشان في بينا كده زي الأجسام بينها كيمياء. الكيمياء دي هو بيحاول يخترقها ويدخل، او فيزياء واتيفر بيخترقها وبياخد من الموجات اللي بينا دي وبيخترقك. ما تخليش حد يخترقك، خليك دايما في مساحة، خاصة لو انت عارف ان الشخص ده سام. احترامك اهم حاجة، تقديرك لنفسك اهم حاجة، تقديرك لوقتك، تقديرك لمسؤولياتك. تخليش حد يحط لود عليك اكتر من لازم، ما تخليش حد يحبطك، خليك واثق من نفسك، خليك واثق من قراراتك. سيبهم يقولوا اللي يقولوه، في الاخر لما هتنجح هيقولوا ده نجح. افتكر دايما ان الناس ما بيعجبهاش حاجة، وخاصة الشخصيات المحبطة دي تفضل تحبط فيك، لكن لو نجحت الحقيقة تتحول لحد تاني خالص، ويمكن يتحول كمان لشخص حسود ويقول لك يا انت قدرت، انت قدرت وعملت، معقولة؟ الشخصيات دي ربنا يحفظنا منها يا رب. هي موجودة حوالينا، وشطارتنا ان احنا نعرف نتعامل ازاي، وشطارتنا ان احنا نعرف ندير الموقف ازاي بذكاء ودبلوماسية، واحيانا بحزم شديد. واخيرا اللي يزعل لو زعل وهو تعدى حدوده معايا يزعل. احنا جايين الدنيا هنا افتكروا نهون على بعض، مش جايين نعمل لود على بعض. ده ربنا قال ايه؟ بشروا ولا تنفروا. يعني الكلام يبقى كلام حلو، الكلام يبقى كلام كله طاقة ايجابية، ما يبقاش كلام سلبي، ما يبقاش كلام محبط، ما يبقاش كلام مزعج. رجاء خلينا كده حاجة بلسم، وخلينا حاجة حلوة، وما تقبلش ان حد ينكد عليك ولا يسود عليك عيشتك. أخيرا أتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم. كانت معاكم وسام الهندي في مين هي شخصيات التوكسيك. أتمنى يا رب أن أنا أكون أفدتكم النهاردة، وشكرا ليكم، ومع مواضيع جديدة جاية إن شاء الله. طيب تحافظ ازاي على نفسك من انك ما يبقاش انت نفسك احدى هذه الشخصيات السامة، او انت طاقتك ما تتلوث الى طاقة سلبية تأثر بيها على غيرك.
اول حاجة يعني انصح بيها اي حد الرضا، عشان دايما تبقى انسان طاقتك ايجابية وطاقتك جميلة ليك وللي حواليك. خليك دايما راضي، في الحلو راضي وفي الوحش راضي. لازم تبقى عارف ان اي حاجة حلوة ربنا بيجيبها لنا زي اي حاجة وحشة برضو ربنا بيجيبها لنا، في الحالتين كله خير. يعني الحلو اللي جايلك خير، والوحش اللي جايلك برضو خير. خير ليه؟ خير لان ربنا بيختبر بيه صبرك، خير لانه انت مش عارف بعد كده على قد صبرك ده ربنا هيكرمك قد ايه. تمام. خير لانه كل وحش فيه الاوحش منه، فانت ممكن يكون جالك ده كان ممكن يجيلك الاوحش، لكن ربنا كان رحيم بيك وجاب لك حاجة انت تقدر عليها. وما تنسوش لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني عمر ربنا ما هيبعت لك حاجة انت مش هتقدر تستحملها. يبقى طول ما انت راضي انت هتبقى طاقتك ايجابية جدا. طول ما انت علاقتك بربنا كويسة، مهما كان دينك علاقتك بربنا قوية. يعني انت دايما في اشد لحظات اليأس متأكد وعارف انه مش هيسيبك. دايما في اول ما بتجيلك حاجة حلوة بترفع ايدك وتقول يا رب احمدك واشكر فضلك عليا. دايما حاسس انه معاك وانه جنبك وانه مطبطب عليك. عمرك ما هتحس ابدا انك مظلوم ولا مقهور، ولا هتبقى عايز تحسد حد، ولا هتبقى حتى باصص لاي حاجة في حياة حد. هتبقى راضي بحياتك اينما كانت، لانك عارف ان ربنا بيدي لكل واحد الحياة اللي مناسبة ليه واللي مكتوبة عليه، وان الدنيا دي في الاول والاخر هي دار لاختبارنا. فطول ما انت ده هيبقى ده المعتقد اللي جواك، انت هتبقى طاقتك حلوة ومش باصص لحد. طيب طاقتك تبقى ايجابية برضو ازاي؟ ان انت زي ما تحب لنفسك حب لغيرك. يعني اوعى تخلي نفسك فوق الكل، عايز الحلو ليك والوحش لغيرك. لا، انت عايز الحلو ليك والحلو لغيرك برضو. الحلو لينا كلنا. يعني ايه المانع ان انا ابقى كويسة وانت تبقى كويس وهو يبقى كويس؟ كل دي حاجات تعمل طاقة ايجابية حواليك كده، وتعمل طاقة ايجابية حوالين المجموعة اللي انت بتحبها، وتعمل كده اشارات حب للناس حتى اللي ما تعرفكش. انت في ناس كده تقابلها في الدنيا تلاقي ضحكتها حلوة، تلاقي طريقتها حلوة، تحبها. الحب ده حاجة من عند ربنا. مفيش حد ليه يعني ايد في انه يتحب او ما يتحبش. ده ربنا على فكرة اللي بيحبب الناس في بعضها. تمام. طيب يبقى احنا قلنا الثلاث حاجات اللي ممكن تخلي طاقتك الإيجابية حلوة. ايه كمان يخلي طاقتك الإيجابية حلوة؟ انك يبقى عندك اتزان في انفعالاتك. من الحاجات قلنا هتخلي طاقتك الإيجابية حلوة ان انت يبقى عندك اتزان في انفعالاتك. يعني بلاش العصبية الزيادة قوي، بلاش وانت عصبي تبقى مؤذي، بلاش تجرح في غيرك بالكلام وبالأفعال. كل دي حاجات يعني انت بتحافظ بيها على طاقتك انها ما تتحولش لطاقة سلبية. الغضب بيحول طاقتنا الإيجابية لطاقة سلبية، فبلاش. كل ما كانت طاقتك إيجابية وكل ما قدرت ان انت تحافظ عليها، احنا بنقول مش هتبقى شخصية سامة. احنا مش عايزين نوصل ان احنا نبقى شخصية من الشخصيات اللي احنا اتكلمنا عليها دي. من الحاجات برضو المهمة اللي انا دايما بتكلم عليها عشان ما تبقاش شخص سام. لما تحس ان عندك مشكلة، اول حد تلجأ له ربنا. تمام. احنا قلنا الرضا الاول واليقين بالله، وعايز تفضفض وتتكلم، كلم ربنا الاول وبعدين اختار حد قريب منك. لازم هنفضفض ولازم هنشكي. كلم حد قريب منك واحكي له وفضفض له، وما تفضفضش لمجرد الفضفضه ان انت عايز تشكي تشكي تشكي. لا، فضفض واسمع، شوف هيقولك ايه.
ولو اقتنعت ما تعاندش، ولو اقتنعت خليك وانت بتفضفض عارف ان انت عايز حد يساعدك ويقولك حلول يمكن تعدي بيها من المشكلة دي، يمكن تكون حاجة انت مش شايفها صح. يعني ما تبقاش شكوى بغرض الشكوى قد ما هي شكوى عشان انا ارتاح وعشان اللي معايا يقول لي اعمل ايه. ما تبقاش كده حاجة يعني رغي للرغي كده في زي ما بنقول ايه أنانة وعمالة اشكي 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 ومش هسمع حلول. لا خلاص. طيب من الحاجات برضو اللي تخلي تحافظ على طاقتك الإيجابية، اعمل لنفسك وقت ولا تلفزيون ولا ده حاجة كده ايه في الهدوء. مش هقولك اطلع، اللي قادر يتمشى في الهدوء يتمشى، اللي قادر يقعد في البلكونة مع نفسه، يعني اسمع كده صوت ملكوت ربنا، الجو، الهواء، العصافير، اللي ما فيش عنده عصافير اسمع صوت الصمت نفسه بينقي الروح، صوت الهدوء ده بينقي الروح. من لك حتى 10 دقايق حاجة كده تنقي بيها روحك من اي شوائب، اي حاجة زعلتك، اي حاجة، غمض عينك كده واسرح في ملكوت ربنا. وكلم ربنا بينك وبينه كده، مش شكوى، كلام يعني قوله اللي انت نفسك تقوله. تمام. ده نوع من انواع يعني زي بالظبط اللي بيقعد يدعي. الدعاء بيجيب لنا طاقة ايجابية جدا، يعني لو حافظت على دعاء كل يوم طاقتك الايجابية هتبقى حلوة جدا. طبعا الحاجات البديهية بقى، العبادات بتاعتنا سواء انت في اي دين، عباداتك اللي بتعملها لو مسلم صلاة وصيام ولو انت مسيحي ليك عبادات بتعملها اعملها، بتروح الكنيسة. يعني كل ما قربت من ربنا كل ما حافظت على طاقتك الايجابية. ده بس؟ لا مش ده بس طبعا، في حاجات تانية هنقدر نتكلم فيها تاني، بس انا مش عايزة اطول عليكم. انا بقولكم الحاجات الاساسية المهمة اللي احنا محتاجين نعملها. ليه بقولكم ده؟ عشان ما نتحولش للناس اللي احنا قلنا عليهم. الناس اللي احنا قلنا عليهم هل هم بس بتوع الطاقة السلبية؟ مش هم بس على فكرة. الكذاب وايه غير الكذاب؟ غير الكذاب بتاع الحوارات، ده برضو بيجيب لي طاقة سلبية ويجيب لأي حد طاقة سلبية. الملاوع اللي انت مش عارف تاخد معاه حق ولا باطل، اللي زعلك وتيجي تكلمه تلاقيه كده عامل زي الزيبة، انت مش عارف تاخد معاه حق ولا باطل خالص. مين من الشخصيات تاني برضو اللي بنقول عليها بتجيب لنا طاقة سلبية؟ الشخص اللي يدخل عليك يعني او تيجي تكلمه في التليفون، يعني خليكوا جماعة هينين لينين، عشان انتوا بتتحولوا لناس طاقتها مش حلوة وبتأثر على الغير. الو ازيك عامل ايه؟ ياه انت لسه فاكر تكلمني؟ انت كنت فين اصلا من اسبوعين؟ والله معلش، والله انا اسفه، انا فعلا عارفه، بس ظروف ايه؟ هو انا كانت ظروفي بتاخرني؟ ما انا بكلمك وبرن عليكي. حتى هو مش عايز يسمع ظروفك اصلا. وبعدين انا مش من المفترض ان انا اشرح ظروفي لغيري، يعني اللي بيحبني هيقدر ظروفي، اللي ما بيحبنيش انا في غنى عن اني اقعد اشرح له السي في بتاع حياتي. فدي من الناس برضو اللي بتهدر طاقتنا. في واحد بعد ما تكلمه في التليفون تلاقيك تقفل، تبقى هو حد بتحبه بس من كتر عتابه ولومه وعتابه ولومه، ما بتكلمش ليه وما بتعملش ليه، يخليك بقى ايه ما تكلموش تاني اصلا. لكن في ناس جميلة تكلمها في التليفون والله ممكن تقعد سنة، يا ازيك، ده انت كنت لسه على بالي، ده انت وحشتني قوي، فينك يا شيخة، ده انا كنت مش عارف ايه، والله العظيم ده دي جاي على بالي، عاملة ايه؟ لا لا مش مهم اي حاجة، طمني بس عليكي، انا عايزة اسمع، اطمن عليكي، انا عايزة اسمع انت عاملة ايه. تروح المدد وتيجي والعلاقات حلوة. يعني مش محتاجة العتاب ده، مش محتاجة ان انتي يعني تهدري طاقة اللي قدامك بلوم وعتاب ولوم وعتاب. زي بالظبط الست اللي بتبقى قاعدة في البيت او الراجل ويجي يعمل تقول له يا انت لسه فاكر تجيب لي هدية؟ ما هي دي برضو على فكرة دي شخصية سامة جدا. يعني انا ما بقولش ميبقاش بينا عتاب، بس يا جماعة اعرفوا ازاي تعاتبوا بعض بطريقة ايجابية بطاقة ايجابية. يعني جميلة قوي الهدية دي، مع اني كنت زعلانة منك المرة اللي فاتت عشان انت نسيتني، بس خلاص طالما جت خلاص، بس خلاص
العتاب الجميل، العتاب اللي بشياكة، العتاب اللي بلمسة، العتاب اللي لا يؤلم، العتاب اللي يعمل محبة مش يعمل كره. برضو كلامي ده كله عشان الناس تحافظ على الطاقة الإيجابية بتاعتها وما تبقاش طاقة سلبية لغيرها. حاولي تكوني حاجة كده بلسم، وحاول تكون بلسم لغيرك وللي حواليك. لا تبقى معاتب كتير، ولا تبقى لوام، ولا تبقى أنان، ولا تبقى نكدي. يعني في ناس بقى كمان، اللي أنا عايزة أقول حاجة آخر حاجة هنتكلم فيها، يعني الناس اللي يعني انت خلاص عارف انهم لا حل لهم، زي الحسود، الساخر، اللي بيحبطك اللي احنا اتكلمنا عليهم، الأنان. وهو الناس دي مش على درجة قرب، الناس دي في محيطك لكن انت مش ملزم تتعامل. أرجوك 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 خد الناس دي كده باكج، حطهم على جنب. يعني ايه؟ يعني قلل تواجدك معاهم. طالما مفيش حاجة عائلية ولا أسرية تجبرك على التواجد معاهم، لا داعي للتواجد معاهم. قلل تواجدك معاهم تماما. قلل كلامك معاهم. لو تقدر ما تتعاملش، لو تقدر ما تتكلمش، يكون أفضل كتير. طالما الناس دي مش مهمة في حياتك ومش مؤثرة في حياتك، لا داعي لوجود أشخاص تعكر صفو حياتنا على الفاضي. حياتكم مهمة. اختاروا يعني مين الناس اللي انتوا عايزين تكملوا معاهم بطريقة شيك وبطريقة حلوة. مين الناس اللي مش هتهدر طاقتكم، مين الناس اللي هتبقى بلسم لحياتكم، مين الناس اللي هتداوي مش الناس اللي هتجرح. الحاجات دي مهمة قوي تبقوا واخدين بالكم منها. لكن ان انت تضغط على نفسك عشان تقعد مع واحد طاقته سلبية، عشان يأذيك، عشان يعني يقتحم طاقتك، عشان ينكد عليك ويعمل عليك لود. هي الحياة مش ناقصة، هي الحياة اصلا ملودة على الناس كلها. احنا عايزين نسهلها على بعض، مش عايزين نعقدها على بعض، مش عايزين يعني نكئب بعض، مش عايزين نعمل لود على بعض. سهلوها كده عشان تسهل. لو كل واحد سهلها على غيره، لو كل واحد كان لطيف مع الدايرة المحيطة بيه، كلنا بالتالي هنبقى لطفاء مع بعض. لكن الطاقة السلبية اللي بتتنقل بيننا دي، اللي بيدفع ثمنها مين؟ اللي بيدفع ثمنها كلنا. يعني انت هتبقي متعصبة، هتقومي هوبا بخ في ولادك هيتعصبوا هوبا هيبخوا بعض واصحابهم، وهنبقى في دواير عمالة تبخ طاقة سلبية. لا، خلينا بقى دواير تبخ طاقة إيجابية، أو مش تبخ بقى، تبقى نفحات للطاقة الإيجابية، على أساس نبقى كلنا مجتمع كده هادي وعنده صفونية. حتى اللي سايقين العربيات يا جماعة، أنا بحس منتهى الطاقة السلبية اللي طالعة منهم. يعني اللي سايق عربيته ده ومش مستحمل غيره يعدي ويكسر عليه ويبقى سبق، وبعدين يشتموا، وبعدين ينزلوا يمسكوا ببعض. ليه؟ يعني ليه؟ لو انت هادي كده ومطمن وروحك مطمنة من جوه، يعني هتلاقي الموضوع. احنا يعني ربنا يعني لما اكرمنا وبقى عند العربيات، جت العربيات الهدف منها الناس توصل بيها، مش الهدف منها الناس تعمل بيها سبق. يعني مش ده الهدف. الناس فهمت العربية ده غلط. العربية عشان الواحد بدل زمان ما كانوا بيركبوا الجمال ويتعبوا، ربنا أكرمنا بنعمة إن حد اخترع لنا العربية عشان تقعد كده وتبقى مرتاح وتوصل لمكانك، مش عشان أنا أمسك الدركسيون وأطير. مش عايزة حد يسبقني، مش عايزة حد يكسر عليا، مش عايزة مش عايزة أتأخر فطايرة فلا قدر الله يعني افهموا الدنيا صح. الدنيا مش محتاجة كل الاسترس اللي احنا بقينا. العصر طاغي علينا والدنيا وكل اللي احنا بنقوله ده، بس الموضوع ابسط من كده بكتير. يعني يتحل كده بسهولة ويسر. تمام. اتمنى يا رب يعني حلقة النهاردة، رغم ان انا عارفة ان هي كانت طويلة شوية، بس انا حاولت الم يعني كل جوانب الموضوع على قد ما قدرت. اتمنى ان هي تكون ليها صدى عندكم. اتمنى يا رب ان انا اكون قدرت اوصل الفكرة اللي انا طالعة اقولها، واتمنى اكون يعني فدت الناس اللي بتتعرض للشخصيات التوكسيك دي، وقلت لهم يقدروا يعملوا ايه عشان يبعدوا عنها. وان شاء الله احنا هنعمل مواضيع كتيرة تخصكم، يعني كل جوانب الحياة وكل الشخصيات اللي بنتعرض ليها وكل الحاجات اللي بتأثر علينا.
واتمنى طبعا اسمع رأيكم في الكومنتات، ولو تحبوا اي مواضيع تانية برضه احب اسمع رأيكم. بس واتمنى حلقة النهاردة تكون نالت اعجابكم، ومحدش يزعل مني ان الحلقة كانت طويلة. معلش انا النهاردة بالذات يعني طولت شوية عشان اقدر ألم الدنيا كلها من كل الجوانب، ما حبيتش أقسمها على كذا حلقة عشان هي تبقى حلقة كده متكاملة على بعضها اللي يسمعها يستفاد منها. وكفاية كده بقى طولت عليكم كتير. ومرة أخيرة أتمنى اللي عجبته الحلقة يضغط اشتراك وسبسكرايب ويعمل لايك عشان نكبر القناة مع بعض. وأتمنى يا رب الحلقة وحلقات جاية كتير تنور رضاكم وإعجابكم. كانت معاكم وسام الهندي. أنا آخر حاجة بس أحب أراجعها معاكم قبل ما نقفل الحلقة تماما، وبعيد تاني وقلتها أكتر من مرة في الحلقة: هتعمل إيه لما تتعرض للشخصيات التوكسيك دي؟ خلاص في ناس عملنا عليها كده كروس وقلنا دول مش هنتعامل معاهم، بس هتعمل إيه بقى للشخصيات اللي أنت مضطر تتعامل معاها؟ برجع لك اهو، اخدت اهي خطوه اهي لورا، عملت ايه كمان غير الخطوه لورا؟ قلت بيني وبين نفسي انت مش هتخترق طاقتي الايجابيه، ومش هتاخد منها، مش هتخترق الحاجز بتاعي، مش هتاخد من طاقتي الايجابيه، وانا مش هاخد من طاقتك السلبيه. خليك محتفظ بطاقتك السلبيه لنفسك، وانا طاقتي الايجابيه لنفسي. بصه في الساعه، انا براجع معاكم اللي احنا قلناه. بصه في الساعه، ما بعد ما بصيت في ساعة حطيت ليميت، اللي قدامي ده هيفضل يتكلم قد ايه، طاقتي تستحمله قد ايه، دقيقة 2 3. هقوم هقوله من فضلك معلش انا كنت مضطرة اكمل اقعد معاك، والله انا كنت عايزة اقعد معاك بس مضطرة اقوم، مش هقدر اكمل لان عندي تليفون، لان لازم امشي دلوقتي مرتبطة بالميعاد. وتقوم تعمل تليفون فعلا وتغير الطاقة بتاعتك. تمام؟ دائما وابدا هتختار غير انك بترجع لورا، هتختار الكرسي البعيد عنه. انت خلاص بقيت عارف مين الشخصيات التوكسيك، فهتختار الكرسي البعيد عنه. اخر حاجة كمان، غير انك هتختار الكرسي البعيد عنه، لو في فرصة ان انت هتتحاشى اللقاء ده هتتحاشاه. لو انت مضطر هتقعد من غير ما تشارك في حلول. خلاص خلاص انت عرفنا ان هم مش عايزين حلول، فانت مش هتشارك في حلول، وهتحط حدود للي بيتعدى خطوط الحمراء معاك. احترامك اهم من اي حاجة تانية. هتبقى انت مقدر نفسك ومحدش يحمل عليك، مش هتسمح ان حد يحمل عليك، لانك عندك واجبات ومسؤوليات تجاه افراد اسرتك، فهم دول اولى بانك تقوم بيها. لو في فائض من الوقت والله انت عايز تعمل ده لحد كان قريب منك قوي بمقدار، وما يبقاش متعود على كده كل مرة، وتوضح له ان انت مش هتقدر. ما تخافش على زعل حد اكتر من نفسك. نفسك لازم تقدرها. احنا بنخاف على زعل الناس وبنتعامل بمنتهى الود والحب مع الناس اللي يستاهلوا انهم يتعاملوا المعاملة دي، الناس اللي بيقدرونا صح. لكن الناس اللي بتستغلنا ما تستاهلش المعاملة دي، لازم احط لها حدود ولازم اوقفها. كده انا رجعت معاكم مراجعة سريعة لاهم حاجات قلناها في الحلقة. اللي عايز يسمع الحلقة كاملة يقدر يرجع لها من الاول. وبس اتمنى ما تنسوش الكلام اللي قلناه النهارده. باي باي.